اسمك؟ انا مينا صبري. أمير مرقص. سنك؟ 16 سنة. 18 سنة. ايه هوايتك؟ هواياتي بحب ألعب كورة. ساعات بحب اقرا كتب. هوايتي برضو يعني الرياضة، كورة، سباحة. طب على كده نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع مهندس. مين مسكك اعلى؟ يعني بصراحة أبويا. كريستيانو كرياضة وكده. وعموما بحب الناس الناجحة، عموما بحب اتعلم منهم مثلا زي مجدي يعقوب مثلا. الناس الناجحة عموما بحب اخد من كل واحد مميزاته. مينا، ايه تعبير الخوف بالنسبه لك؟ الخوف بالنسبة لي هو لما بقلق من حاجة مثلا أو كده، فساعتها بحس بخوف مثلا زي الامتحان. أنا داخل قلقان من المادة دي فخفت بقى من الامتحان، حسيت بشعور الخوف ده من المادة دي مثلا عشان أنا قلقان مثلا من جزء ما ذاكرتوش فقلقت فخفت. ايه تاني مثلا ممكن تخاف منه؟ ممكن أخاف إن أنا في حاجة بتخوفني، إن أنا ممكن أخسر مثلا حد عزيز عليا قوي، إذا كان كموت أو فقدان، إن هو يبقى حتى عايش بس اللي هو لا أنا وهو بقيناش بنتكلم. لا انت فين؟ ذكرياتي معاك. انت يومك يعني يوم انا ناقصك. انا وانت كنا بنعمل كذا حاجه. انا اصلا الناس اللي هم لما بحب حد ببقى انا وهو على طول معانا ذكريات كتير. فلا انت فين؟ انا عايزك تبقى معايا اذا كان موت او لو هو عايش بس انا مش قادر اكلمه حتى. الخوف، بص، هو الخوف بالنسبة لي شعور يعني بحاجة، قلق الحاجة مثلا المستقبل، الحاجة تحصل عموما. يعني أنا بخاف أساسا أحيانا من حاجة تحصل قدام، أيا كان بقى في إيه. يعني مثلا في الدراسة مثلا، أنا أحيانا بخش سنة مصيرية فبذاكر وكل حاجة تمام، بس أنا قلقان من إن أنا أجيب درجة وحشة. يعني ده شعور قلق أو خوف تجاه ايه اكتر شعور بيخوفك انك تحس بيه؟ الفراق. إن أنا فارق حد، إن حد يموت، أو إن أنا مثلا ما بقاش يعني حد كنت قريب منه أو مع بعض ما نبقاش مع بعض في الآخر. هو شعور القلق زي ما قلت كده، او ان انا يعني ان انا افقد حد زي ما قلت لك كده عزيز عليا. طب امتى اخر مره خفت طيب وليه؟ مم، لا مش فاكر. اخر مره خفت يعني انا مش اللي هو بخاف كتير او كده، بس مثلا كان في شعور بيجي لك كده خوف شويه، لان انا جده لسه متوفي برضو. كان بيبقى شعور غريب كده برضو، خوف وكده، واللي هو برضو زي ما قلت لك ان انا بخاف ان لا انت في انت خلاص مش تبقى موجود يعني. لا ازاي؟ وفي خوف بقى ان انا برضو اللي هو كنت بعديها برضو ان انا ما كنتش جاهز قوي للامتحانات بسبب برضو ان جده توفى، فما كنتش جاهز قوي. فده كان مخوفني من الامتحانات شويه الصراحه. ايه اكتر حاجه انت بتحب تعملها لما بتحس بالخوف ده؟ بحب ان انا مثلا لو انا خايف اكلم حد بحبه، يعني اتكلم معاه. يعني ممكن اخواتي مثلا، في الاغلب صحابي، خادم يعني كويس انا بحبه فاتكلم معاه اقول له ان انا خايف من ايه. يعني كده ما بحبش ابقى لوحدي خالص خالص خالص. خالص. أحيانا لما بخاف بحب في آية كده على طول حافظها، بتاعت يونان: تعبت وفقدت كل أمل تذكرت الله، اللي هو في يونان لما كان في بطن الحوت. فالآية دي هتبقى فكرة يعني في لما بيحصل لي حاجة. طيب مين نفسك تتغلب على خوفك زيه في الكتاب المقدس يونان برضو. في نفس الموقف؟ لما ربنا قال له روح لآل نوى، بس هو خاف وقال لا مش هروح لهم عشان هيموتوه، فركب مركب تانية. فلما ربنا بقى نجاه في الآخر ما بقاش خايف وراح لهم عادي. يعني كان جه لما السؤال ده شفته جه في دماغي موسى، ان هو كان خايف قوي وكده لما وبس ربنا طمنه وبعت معاه موسى زي ان هو طمنه ان انا زي موسى زي ما كانش حابب يبقى لوحده كان خايف. فلما جه هارون طمنه لما ربنا بعت معاه هارون. فدي حاجه بتطمني قوي ان انا زي ما قلت لك ما بحبش ابقى لوحدي. ف ودايما برضو يعني ربنا معاك وهيطمنك بالطريقه اللي تريحك، زي مثلا عكس ما موسى كان قدراته. ايه عكس قدراته يعني. بالظبط، عكس قدراته جاب معاه هارون. انا دايما ببقى عايز ان انا يبقى معايا هارون دايما. معاكم مشوق إيميل في بودكاست زوم إن. ليه زوم إن؟ علشان نزوم إن على كل موضوع يخص شبابنا وناخد رأيهم ونشوف رأي الكتاب المقدس إيه. بنرحب بأستاذ رامي. مبسوطين جدا جدا إن حضرتك معانا. تعيش يا بيش، وانا مبسوط اكتر. تعيش. حضرتك سمعت الإجابات بتاعت الأولاد كانت عاملة إزاي؟ طريقة تفكيرهم في نقطة الخوف. كل واحد كان ليه تعبير مختلفة أكتر عن الخوف، بيفكر إزاي في الخوف. في حد قال إن هو أنا لما بخاف أنا بخاف أكتر من فقدان شخص، فقدان حد، مش بس كموت، فقدان حتى إن العلاقة تنتهي. ايوه. رأيك إيه في حاجة زي كده؟ هي يعني واحدة من اهم الاسباب اللي اتكلموا فيها فعلا هي ان جزء من مخاوفهم سن ثانوي وسن الشباب. الفقدان، فكرة ان هم يفقد حد عزيز عليه او يفقد حد كان بيحبه وبعد كده العلاقة
يحصل فيها شرخ أو كسر معين يعني. حاسس ان لا، حاسس ان هي فعلا بتكون في حته ان انا افقد حد، دي بتكون صعبه جدا. ان انا افقد شخص، وان انا دي زي ما حضرتك قلت قبل كده ان دي تروما بتحصل لو انا خسرت حد. لو خسرت حد مش بس موت، لو خسرت علاقه حد، في ان انا غصب عني ان انا هيجيلي تروما من العلاقات اللي حواليا، اني مش عارف اتعامل مع البشر اللي حواليا. يعني انا ممكن لو حد ممكن يكون كويس بالنسبه لي، بس انا ليا سابقه قبل كده وحشه جدا، فانا مش عارف اتعامل معاك. اعذرني، انا مش عارف اقربك مني نفس أيوة. القرب عشان انا جالي تخوف من حاجه فلانيه. فدي فعلا كانت حاجه سلبيه جدا منهم. راي حضرتك ايه بقى في نقطه الخوف عامه كمان؟ الخوف عموما يعني هو ده يمكن أكتر مرض منتشر في العالم. أكتر حاجة بياخدوا فيها مضادات اكتئاب، وأكتر حاجة بتسبب القلق، أكتر حاجة هي بتسبب المخاوف. بتحس إن ده المرض الشائع في العالم كله ده دلوقتي. حقيقي فعلا. بس ففكرة فقدان الخوف أو الإنسان يبقى ما عندوش خوف أو عنده سلام كامل، دي هي أعتقد إن هي ليها كذا سبب. طب إحنا ممكن نعرف الأول إيه اللي ممكن يسبب يعني لو الخوف ده مرض، بالظبط ايه اسبابه يعني ده اصلا؟ هم مرض. ممكن يحسوا بايه بسببه؟ فأسباب الخوف عامة إن هو ممكن منها اللي إحنا قلنا عليها، الشباب قالوا عليها، اللي هو فقدان حد عزيز، أو هو متعلق بشخص والشخص ده فقده. وده للاسف كان بيحصل وغصب عنهم، هم في سن الشباب. هو مش مدرك ان هو كل شويه يخسر حد، هو غصب عنه مش بيخسر كل يوم حد. فهو لما بيخسر حد بيتاثر جدا نفسيا بحاجه زي كده، فتاثيره النفسي ده بيكون حاجه بصراحه بيسيب شرخ كبير جدا، ونقطه كبيره قوي فيه. يعني ده بيسبب حاجه زي يقولك كده القلب اتكسر يعني. ده حقيقي القلب فعلا. بينكسر حقيقي. احيانا كمان من ضمن الاسباب، يعني هم قالوا على موضوع الفقدان بتاع الشخص. لما كنا بردك بندردش، من ضمن الحاجات اللي بتسبب عدم سلام او احساس بالخوف، لما الواحد يبقى عنده علاقة بهتانة مع ربنا. يعني ما فيهاش علاقة حية، يعني هي مش ما فيهاش عمق، ما فيهاش قوة، ما فيهاش وضوح. يعني ممكن انا فين وفين لما اقعد مع كتاب مقدس كصديق، ان انا بتعزى منه، باخد وعود، بفرح بيه، بشبع بيه، لان ده علاقه، بسمع صوت ربنا فيه، ده نفسه. انا لما بفتح كتاب مقدس انا قاعد مع المسيح نفسه. في اباء كتير قالوا كده. قاعد مع المسيح نفسه. ففكره ان الحاجات دي ما تبقاش موجوده في حياتنا، دي اول حاجه بتسبب يعني عدم علاقتي بربنا هي قادره ان هي تتحكم في حاجه زي كده. يعني شهور وبنسبه يعني 1,000,000%، مش 100%. تفتكر المشهد الأولاني اللي حصل في بداية البشرية، إن آدم كانت علاقته مع ربنا علاقة مليانة بالجمال والكمال، كان تواصل غريب بينهم على طول. كانوا يعني آدم في حالة كل يوم ليه قعدة مع ربنا، كان يسمع صوته، هو مش عايش من غير معاه. يعني مفيش حاجة تعطله، وهو اللي بيعلمه. يعني الحكمة اللي كان فيها آدم سببها إنه كان بيتعلم من الله مباشرة. العلاقة حية جدا جدا. أول لما حصل فكرة إنه كسر الوصية وبدأت معرفة الشر تدخل جواه، ويدخل مرض الخطية جواه والفساد جواه، بدأت العلاقة دي تتكسر. فبدأ لما آدم كان بيجري عشان هو بيروح للي بيحبه واللي بيشتاق له واللي مشتاق للقعدة معاه، بدأ نسمع أول كلمة جت للخوف، كانت جت في سفر التكوين. يقول له يا رب أنا سمعت صوتك خشيت اللي هي خفت. فبدأ من هنا بقى الخوف يدخل للجنس البشري، ده بسبب حصل كسر في العلاقة بينه وبين ربنا. فأعتقد إن إنسان بدون علاقة حية، يعني أنا يعني كشباب ثانوي أو أي إنسان مفهوش علاقة حية مع ربنا، أول حاجة بتحصل له عملية اضطراب، بيبقى عنده اضطراب وقلق ودايما نازع للخوف. طب هل الاضطراب ده أو هل القلق والخوف ده ممكن أقدر أتعامل معاه إزاي؟ لأن أكيد الخوف ده طبيعي إن هو أي حد بيحس بيه، وده إنسان طبيعي إن هو يحس بيه. فأنا ممكن أتعامل معاه إزاي؟ إحنا لو حبينا نشوف العلاجات بتاعته، يعني لو إحنا اتكلمنا عن العلاقة الضعيفة اللي أنا ممكن تبقى أنا مش بقرب من ربنا، فبالتالي عشان الخوف ده يقل، يعني الآية اللي قالها القديس يوحنا إن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. فأنا لما هدخل أنا لما هدخل في الحب،
احب ربنا من كل قلبي، وتبقى علاقتي ليها عمق يعني عميق في علاقتي مع ربنا، ده يبدأ مسألة الخوف شوية شوية ايه اللي يحصل لها تقل. طب هي فكرة الخوف أصلا في إن هي تكون موجودة في دماغي، ازاي ارتبها او ازاي اتعامل معاها او مع تفكيري اللي جوه دماغي اكتر ازاي؟ لان هو طبيعي يعني بطبع البشر يعني ان هو اول لما يكون هو خايف من حاجه، مثلا ولد اب خايف على ابنه، فاول لما يتاخر شويه ممكن هو بيلعب بلاي ستيشن، بس أيوة. هو دلوقتي في دماغه ان هو في المستشفى دلوقتي وعايزين حصل ندور على حادثة دم ولا وبنشوف أيوة متغرقين فهو للاسف الخوف بيولد احاسيس كتير جدا مم. ومواقف كتير قوي بيزرعها في دماغي غصب عنها بتكون موجوده. ده حقيقي. فازاي اتحكم في حاجه زي ده كده؟ حقيقي فعلا، وضع القلق ووضع الخوف ده موجود حتى في الأسر. يعني تلاقي الأسرة بتتعامل مع الابن أو الشاب يعني بطريقة فيها خوف وقلق عليه، بس بالظبط. قلق مفرط ممكن هو نفسه يتعدي. لأن الخوف والقلق ده لو أنت قاعد مع أشخاص ما بيصدروش إلا الخوف والقلق كل مرة، أنت نفسك هتلاقي نفسك أنت قلقان وخايف. أنا دي شفتها، يعني شفت مثلا آباء وأمهات ما بيصدروش إلا القلق أو الخوف. هو دي للاسف بتحصل، ان هو التربيه في حته ان انا بخوفك كل مم. شويه، انت محطوط تحت تهديد ان انت لو ما نجحتش ده هتتعاقب حقيقي. بكذا. انت لو اتاخرت ده انا ممكن اموتك لو انت اتاخرت، يعني هو انا في اي موقف حتى لو ككلمه مم. تعبيريه انا بهددك بحاجه. مم. انت محطوط تحت الخوف ده. فعشان كده فكرة إن أنا أتعايش مع فكرة الخوف دي بتخليني أنا إنسان بردك على طول مليان بالمشاعر السلبية ومشاعر الخوف. طبعا. يعني في حد من الفلاسفة قال إن حياة المرء تصوغها أفكاره. يعني إيه حياة المرء بتصوغ تصوغها فعلا. أفكاره؟ يعني أنا لو أفكاري كلها عدم سلام هتبقى حياتي عدم سلام. لو يعني أفكاري كلها فيها خوف أو اضطراب أو قلق هتبقى حياتي كلها. اي حاجه بفكر فيها بتكون ناتجه عن افعال. عارف أنت طاقة الجذب؟ بالظبط. انت بتجذب اللي انت بتفكر فيه. يعني انا لو بفكر في مشاعر حلوة دايما هتلاقي انا التصرفات والسلوكيات اوريدي خدت اتجاهات ايجابية واتجاهات حلوة. فعشان كده يعني من ضمن الموضوع ده عشان يتحل، انا دلوقتي بتعرض لقلق او لخوف او في فكرة فيها خوف جوايا، يقول لك اطرد الفكرة. يعني ما تخليش الفكرة دي تكبر جواك. تطردها بقى ازاي؟ ده ممكن انت يعني الفضفضه، انك تطلع المشاعر اللي جواك دي دي. نقطه مهمه جدا 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 حقيقي. عشان كده السن ثانوي بالذات، يمكن من اعدادي كمان، اكتر حاجه تخلي حياتهم صحيه بجد، ده حقيقي، اكتر حاجه تخلي الشاب ينمو بصحه نفسيه كويسه وصحه روحيه كويسه هو المشاركه، انه يكون ليه مرشد. بالظبط، او مشاركه. ما هو الارشاد هي ده. الفكره برضو كمان ان في السن ده كمان بالذات السن الشبابي ده هو بياخد الفكره اللي جواه او الخوف اللي جواه ده وبيحتفظ بيه لنفسه. ودي حاجه سيئه جدا، ويفضل حابسها جواه حابسها ويفضل وحابس افكاره يكبر جواه. فيها دي لحد ما للاسف يعني، ودي شفنا حالات فيها كده ان هي بتوصل لانتحار. ده حقيقي. ان انا افكر مع نفسي والشيطان بينجذب جدا حاجه زي ده كده جدا. حقيقي. انت لوحدك فانا اكون معاك. انت مش ما استغلتش حد، ما احتجتش لربنا، ما احتجتش لمرشد روحي، ما احتجتش لاب اعتراف، انا اللي هكون معاك. الشيطان بيعمل كده جدا، بيكون شاطر قوي في دي، ويوصلوا بيوصلك لأنفاق لكل حاجه مظلمة. سودة. بالظبط. انت مش شايف اي حاجه حلوه. اعرف في وقتها، انا بحس جدا في الحته دي ان كل ما الدنيا تكون مظلمه جدا ان الشيطان جنبي. بجري وقتها، بجري على ربنا حقيقي، بكون محتاج ده، لان انا متاكد ان وجود الشيطان هو حقيقي معايا دلوقتي، فان انا احس بحاجه زي كده هي كيف فعلا كده. فعشان كده نقطه المشاركه مهمة بالنسبه جدا. لي مهمه جدا. انا يعني بفتكر نفسي وانا في ثانوي، وبفتكر نفسي وانا في اعدادي. حاجات كتيره، مطبات كتيره الواحد عدى بيها كان ممكن يتجنبها لو كان في حاله من حالات ان في حد مشاركه، مختبر، حد مختبر للحياه، مرشد، حتى لو صديق لي. بس يعني بتكلم على المرشد لانه انسان اختبر، يعني فاهم ازاي عدى، فبيجنبه مطبات كتيره يعدي. وحتى لو انت تتكلم ان انت جزء، ان انت تطلع جزء من انت اللي جواك ده بان انت تشاركه مع حد، حتى لو مش هتستفاد برأيه بشكل كبير او هو مش ناضج بشكل كبير. هو مش ثيرابي، هو مش لازم يكون دكتور. مش لا المشاركه فمش لازم نستنى دي، بس ان انت مجرد ان انت تشارك انت بتشيل فوق 60% من العيب اللي ده حواليك. حقيقي. ما تحسش بده ان انت تكون معاك ده حقيقي. لوحدك. انت حتى حكيت لي قصه قبل ما نقعد، انه بيقول لك حتى لو انت بتتكلم مع انسان ما بيتكلمش يعني. بالظبط. انت لو قدامك الشخص الاخرس ده وانت اتكلمت معاه، انت هتشيل من عندك جيب يعني حمل وجاب كبير قوي
موجود جواك، آه. انت بتشارك بيه بس نفسك، بتشارك بيه شيطان. العجيب ان يمكن احنا الواحد لما بيقعد مع ابونا مم. او ابوه الروحي يعني يمكن ما بيذكرش من ضمن الحاجات هو اللي بيذكرها بيخاف، مشاعر للأسف هو الخوف. يعني بيخاف. بيقول له انا يعني انت عارف ان مشاعر الخوف دي فعلا دي يعني حاجة ضعف. يعني المفروض ان الواحد يقول له انا بقلق، بخاف، عندي قلق من بكرة، عندي قلق من المجهول، عندي خوف من المجهول، انا مش مم. عارف النهاردة ممكن افقد حد. الحاجات دي على فكرة مشاعر لازم الانسان يفضفض بيها يعني. لازم طبعا لازم. مم. بس رأيك ايه برضو ممكن لو انا شخص قدامي حد هو خايف جدا من حاجة، وانا للأسف مش عارف اتعامل معاه ازاي، تنصحه بايه، او هو يقدر يعمل ايه في حالة زي كده؟ خايف من حاجة. قدامه كيس زي كده، ان هو حد خايف انا مش عارف اتعامل معاك ازاي. وفي ناس للاسف يعني عشان بشوف حاجات سلبيه كتير جدا، نقطه ان هو بيوتر زياده اكتر، بيقلل، يا اما بيقلل من خوفه يا اما بيزود توتره اكتر، فبيزود الفكر اللي جواه، فالشخص اللي قدامه ده بيندم ان هو قال حاجه، مم. فلو قدامه فرصه ان هو يحكي لحد تاني فبيوقف. انا مش هحكي خلاص، انا اتكسفت في مره، او ان انا اتحطيت في موقف وحش، او حد قلل من خوفي، فخلاص انا مش هحكي تاني. هو الفكرة بقى أنا بحكي مع مين؟ يعني أنا برضك الإنسان اللي أنا هحكي له ده، لو أنا هحكي لحد أو أنا هعري أعماقي أو هعري. مشاعري قصاد حد، أنا برضك يفضل إن أنا أكون عارف أنا بحكي مع مين. بالظبط، لان يعني اي دي حد مهمة. لان اي حد بيكون سلبي جدا في نقطه ان هو لو انا حكيت لحد، لو او سوري، او انا نصحت حد بطريقه وحشه، او طريقه مش احسن حاجه ليه، مم. هو مش هتديله حل، وهتزود العبء اللي عليه فوق اكتر مم. كمان، والخوف اللي جواه ده هيتزرع بشكل اكبر جدا. مم. ف ف يحصل بي بي مضاعفات، يعني بدل المضاعفات اللي ما كان بتيجي يحصل بتكون علاج يحصل بتكون سلبيه كارثة. جدا، بتكون سلبيه جدا طيب. في حياته، وبتاثر فيه للاسف. أعتقد مهم جدا للشباب إن هم يعرفوا كويس قوي يعني هو يقدر يفضفض مع مين. يعني ده مهم جدا ليه. وأعتقد إن أنتوا يعني ممكن تعملوا بودكاست للموضوع ده، إزاي أختار نقدر نقول مرشد أو نقول ده صديق حقيقي، ده روحي مهم أو جدا، مهم جدا حقيقي فعلا. يعني مش فده. اي حد اتكلم معاه، م- ومش اي حد. بس طيب انا يعني بشوف برضو ان نقطة ان احنا لما بيكون في بيننا وبين القديسين عشرة، م- وان انت بتصاحبهم اكتر، بتحس على الاقل ان انت مش لوحدك في حتة الخوف، ان انت في ناس بتشاركها معاك. م- كان واحنا مثلا واحنا في ثانوي واحنا بنذاكر، فاللي هو ايه، احنا يا بابا كرولوس، على فكره انا متضايق منك ان انت ما كنتش معايا في ماده النهارده. يا مريمينا، انا بجد انا حليت النهارده وحش في الفيزيكس مثلا، ويعني بلوم عليك. م- لوم. بحس ان العلاقه بتاعت القديسين دي بتكون يعني صحيه جدا ليك. ده والقديسين يعني عايز اقول جدعان، بس هو يعني هو حقيقي بيبين لك وجوده، م- بيقول لك انا هنا، انا معاك، انت مش لوحدك، انا دايما ساند ليك. بيكونوا دايما موجودين معاك. ده حقيقي. انت لما كنا بنتكلم على الكتاب المقدس من شوية، الكتاب المقدس ده حضور، يعني المسيح إلهنا حاضر معاك. فأنا هو واخدني كده، ما أنججني كده وماشي بالظبط معايا فعلا. وبيطمني وبيهديني. كل القديسين هم في حالة حضور حي، يعني هم موجودين وهم مليانين بالحياة أكتر منا على الأرض، مليانين بالحياة. فهم أسرع مما يكون في إن هم يريحونا ويفرحونا ويكونوا جنبنا. فاكر كان في البابا شنودة أيام ما كان أبونا أنطونيوس السورياني، وكان هو راح اتوحد في مغارة. أول ليلة قضاها في المغارة أنت في يعني كل اللي حواليك جبل، كل اللي حواليك صحراء وأنت لوحدك. فبيقول أنا بدأت مشاعر القلق تجيلي والخوف. على فكرة حاجة طبيعية، أنت يعني بدل ما كنت وسط الرهبان، أنت دلوقتي لوحدك وفي مكان بري، يعني في حيوانات، في كذا في كذا، في أصوات تسمعها. فبيقول أنا لقيت جنبي كتاب التسبيحة. بيقول لما فتحت كتاب التسبيحة وأنا بعمل التسبيحة لقيت مجمع القديسين. فبدأ يقول المجمع، فبيقول بعد ما قلت المجمع حسيت إن كل القديسين دولت هم معايا. فبيقول اطمنت. انت تسلحت بيهم خلاص. ده حقيقي. ده حقيقي فعلا. عشان كده انت قلت حاجة جميلة، فكرة ان انا في الامتحانات واخد قديسين للمواد، واخد صاحبي معايا كمان، وفكرة ان انا ليا شفيع انا بحبه، بتكلم معاه، بطلب دايما ان هو يكون صديقي ويكون شفيعي وصلواته تسندني. فده مهم. العشرة بتاعت بص
عشرة الناس اللي بيدوا سلام يريحوا الإنسان. فتخيل أن القديسين وعلاقتنا بالمسيح، أول لما المسيح اتولد إيه اللي اتقال في السماء كلها؟ يعني الملائكة سبحوا قالوا إيه؟ قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إيه؟ يعني كأنهم بيقولوا كل الوجع القلب وكل الحروب وكل المشاكل وكل الخطايا هتتحل لأن مين اللي جه؟ المسيح إلهنا اللي هو ملك السلام. فواحد ارتبط بدولت بالمسيح. انت بتفقد سلامك فعلا. انت بتفقد سلامك لما انت بتعمل، يعني انت بتفقد سلامك اول لما بتحس بالاحساس الخوف ده. اعرف ان انت فقدت سلامك وقطعت الشريط اللي بينك وبين ربنا، قطعت الشريط الحي اللي بينك وبين ربنا. ايوه بيسموه الاباء ده الحبل السري. يعني اللي الصلاه والعلاقه مع ربنا والعلاقه مع القديسين ده اللي بيربطني. تخيل لو قطعت الحبل السري بتاع طفل جنين في بطن امه، مش ما في هيموت. ده حقيقي. بس رأيك طيب ممكن يكون الخوف ده ممكن يكون معدي للشخص اللي حواليه؟ ده أكيد، احنا اتكلمنا في الموضوع ده أكيد. يعني الخوف مرض معدي، الخوف من الأمراض المعدية. يعني أنت لو في بيئة مثلا، احنا مثلا أصدقاء مع بعض وقاعدين في مكان، ودي ياما الواحد شافها، يعني يقولوا البلد داخلة على فين وراح على فين، والدنيا بتبقى سودة، والمستقبل مش باين له ملامح، والاقتصاد بيتدهور كل شوية، وكل ما تسأل حد يقولك مش عارف هتخرب خلاص دي خراب دي خالص، بس وده يزود وده يزود. فإيه اللي يحصل؟ انت لو في قعدة زي دي صدقني حتى لو انت مليان يعني سلام او ربنا مديك سلام، هتطلع من القعدة دي متوتر. اكيد طبعا. ياما الواحد راح قعدات بالامانه طلع منها متوتر، حتى لو هو كان داخل القعده دي هو كان كويس وجواه عايز سلام فعلا. يعني انت قاعد وسط مع زمايلك وعايز تفرح وعايز تنبسط وبتقضي وقت لطيف، لكن مجرد ان حاجه يبقى فيها عدم سلام بتعدي. ده حقيقي. فهو طمن غيرك، خليك في قعده مطمئنه، خليك في قعده صحيه، ما تزرعش فيك الخوف. ودايما انت لما بتتكلم في الخوف او بتتكلم بطمأنينة، انت بيقولك الراوي هو دايما يروى. يعني انت اللي انت بتتكلم بيه انت دايما بتسمعه لنفسك. يعني انت لو بتتكلم بالسلام انت نفسك هتتملي سلام. انت بتتملي سلام فعلا. ده حقيقي. طب احنا ازاي ممكن نقدر نعالج ده؟ ولو ينفع ممكن تدينا نصيحة بان ازاي نتخطى حاجة زي كده؟ احنا قلنا قعدتنا مع ربنا. بص بقى، ربنا يسوع في خلال الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ده انا عايز برضك ان احنا نبصله بطريقة غير اللي بنبصله بيها. نبصله بأنهي طريقة؟ ده صندوق جميل مليان جوابات، الجوابات دي كلها جوابات حب. ده ربنا كل يوم بيقول لي اقرأ، انا كل يوم بعت لك جواب حب. كمية الوعود اللي ربنا اداها لنا في الكتاب المقدس، يعني قال لنا مثلا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وقال تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، أنا معك حيثما تذهب. وقال يعني إن العصافير اللي بتتباع بفلسين وواحد منكم لا يسقط أو غير منسي أو شعور رؤوسكم جميعا محصاة. فهو بيقول لنا يعني ما تهتموش، ما تقلقوش، لأن يعني ربنا بيهتم حتى بالزهرة اللي في الحقل اللي بتبقى موجودة النهاردة وتاني يوم بتدبل. بيقول إن سليمان في كل مجد وملكه ما كانش بيلبس زي واحدة زيهم. فبيقول لهم إشحال أنتم، فيعني لا تهتموا لحياتكم وما تخافوش، لأن ربنا هو اللي بيدبر كل حاجة. عشان كده حد من الناس اللي عندهم حكمة قال دايما اللي بيقلق من بكرة، هو بكرة ده اللي هو الغد ده كان ايه؟ ما هو الغد ده كان امبارح. انت فاهم الفكرة؟ فبيقولوا الكلمة دي، اليوم هو الغد، اليوم اللي هو النهاردة هو الغد اللي انت كنت قلقان بشأنه. فحاجات كتيرة. فكرة صدقني انا نفسي، يعني انت عارف لو كل واحد في الكتاب المقدس معاه كراسة او معاه اجندة بيكتب فيها كل يوم ايه الوعد اللي ربنا اداهوله، انت تخيل ان كل يوم هو بياخد حاجة بياكلها بيكتبها بيرددها. تخيل انت بتردد حاجة بشكل يومي بتملاك بالفرح، بتملاك بالسلام. انت متهيألك مشاعرك ايه اللي هيحصل لها وايه اللي هيتغير فيك؟ انت هتلاقي نفسك انت بتتملي بالسلام. فجزء من العلاج ان انا افتكر وعود ربنا واني ارددها واني اكتبها. حاجة تانية في العلاج، في مزمور جميل قوي. مزمور ده بيسموه مزمور ضد الخوف. مزمور ضد الخوف ده مزمور رقم 27. مزمور كلنا حافظينه، جميل قوي قوي قوي. المزمور ده داود قاله
وهو بيحارب جلياط. يعني داود السفيف الصغير ده قصاد الترسانة المسلحة بتاعت جلياط. بالظبط. هو رايح وقال إن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أجزع، عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي. ويقول له يا رب أنت خيمتي وأنت ستري وأنا تحت جناحيك أحتمي وأختبئ. فمزمور يدي راحة، يدي راحة. فتخيل بقى واحد في الصلاة بتاعته حتى ياخد المزامير دي ويقول له يا رب يسوع المسيح أنت نوري وخلاصي، يا رب يسوع المسيح أنت عاضد حياتي، يا رب يسوع المسيح أنت ستري وأنت خيمتي وأنت تظلل عليا. الأمور دي كلها تخلي الإنسان يتملي بالسلام. احنا بنشكرك جدا يا استاذ رامي، بجد يعني حقيقي اتبسطت جدا، تعيش يا أخي، واكيد الاولاد كلها أنا اتبسط اللي بحاجه زي انبسطت. كده. بجد دي حاجه بسطتنا جدا وانبسطنا جدا بالوقت معاك. تعيش. ربنا يزرع جواكوا سلام، ربنا يشيل منكم الخوف، قرب من ربنا حقيقي، لان الوجود ده بيأثر معاك وبيفرق معاك جدا حقيقي بعلاقتك بربنا زي ما استاذ رامي قال. كنا مبسوطين جدا انك معانا، هنستناكوا في حلقات تانية كتير. سلام.